بنت بتحكي وبتقول مرات اخويا لسه متجوزه بقالها شهرين بس، واحنا عيله بسيطه مكونه من ام وولدين وبنت، وهي من الاول عارفه ظروف وعارفه ان حالنا على قدنا بسبب ان والدي متوفي من واحنا صغيرين، واخويا اللي هو جوزها بيشتغل وبيقبض 5000 جنيه، وانا كمان بشتغل جنب دراستي عشان علاج ماما وكمان علشان اساعد نفسي، واخويا الصغير مش بيشتغل بسبب انه لسه في ابتدائي وبجد شاطر جدا وبيطلع من الاوائل كل سنه. المهم ان احنا دايما ماشيين على قدنا في حكايه الاكل والشرب، وبالنسبه للحمه او الفراخ فين وفين على ما بنجيب. المهم جينا قبل رمضان بيوم مرات اخويا استأذنت انها تروح تطمن على اهلها. المهم في اول يوم رمضان دخلت المطبخ عشان اساعدها في الفطار، واتفاجئت لما لقيتها عامله لنا حاجات حلوه كتير جدا من شوربه وطواجن وفراخ وحلويات، واكتشفت انها ما كانتش رايحه عند اهلها ولا حاجه، هي كانت رايحه تبيع خاتم من ذهبها واشترت بالفلوس حاجات كتير قوي رمضان، وبتقول والله العظيم انا الدمعه نزلت من عيني بسبب اللي هي عملته. وانا منزله البوست ده علشان اقول لكم انها حامل ونفسي تدعوا لها تقوم بالسلام، وعايز اقول لكم انها بالنسبه لي مش مرات اخويا وبس، لا دي بجد اجمل واحن اخت في الدنيا.